خد بالك عشان في فعلين في الألماني مش هتعرف تتكلم ألماني من غيرهم، ولا هتعرف تكون جمل من غيرهم، ولا تعرف تتكلم في يومك ألماني من غيرهم. خد بالك عشان في فعلين في الألماني مش هتعرف تتكلم ألماني من غيرهم، ولا هتعرف تكون جمل من غيرهم، ولا تعرف تتكلم في يومك ألماني من غيرهم. الفعلين دول هما فعل هابن يعني أنا عندي أو أنا أملك، وفعل زين يعني أنا أكون. هنتعلم النهارده ازاي نصرفهم مع الضمائر الشخصية بطريقة سهلة وبسيطة زي ما اتعودنا. وأول ضمير معانا اللي هو إيش، اللي هو أنا. فعل هابن بيتصرف مع الضمير إيش تبقى إيش هابه. إيش هابه يعني أنا عندي أو أنا أملك. مع الضمير دول اللي هو أنت تبقى دو هاست. دو هاست يعني أنت عندك أو أنت تملك. إيا وإس وزي تبقى إيا هات ودا زي هات ودا إس هات. مع الضمير فيا اللي هو نحن تبقى فيا هابن. فيا هابن احنا نملك، الفعل بينزل زي ما هو. مع الضمير إيا اللي هو أنتم هتبقى إيا هابت. إيا هابت يعني أنتم تملكون. مع زي اللي هو زي الاحترام أو زي حضرتك تبقى زي هابن. زي هابن الفعل برضه بينزل زي ما هو، زي الاحترام أو زي حضرتك. زي هابن يعني حضرتك عندك أو حضراتكم عندكم. هناخد كام جملة بسيطة كده مع الفعل هابن مع الضمير الشخصية عشان نفهمه كويس. Zum Beispiel ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto يعني أنا عندي عربية. oder du hast Zeit. Du hast Zeit يعني أنت عندك وقت. entweder er hat Hunger. Er hat Hunger يعني هو جعان. entweder wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem احنا عندنا مشكلة. entweder ihr habt Zeit. ihr habt Zeit يعني انتوا عندكم وقت. entweder sie haben ein Auto. sie haben ein Auto يعني حضرتك او حضراتكم عندكم عربية. فعل معانا بعد كده فعل زين يعني يكون. فعل زين بيتصرف مع الضمير إيش اللي هو أنا بتبقى إيش بن. إيش بن يعني أنا أكون. مع الضمير دو اللي هو أنت بتبقى دو بيست. دو بيست يعني أنت تكون. إيا وإس وزي بتبقى إيا إست. entweder sie ist oder es ist. مع الضمير فيا اللي هو نحن تبقى wir sind. wir sind يعني نحن نكون. مع الضمير إيا اللي هو أنتم تبقى إيا زايد. إيا زايد يعني حضراتكم تكونوا. مع ذي الاحترام حضرتك أو حضراتكم تبقى زي زند. زي زند يعني حضرتك تكون أو حضراتكم تكونوا. هناخد كام جملة كده مع فعل زين يكون على الضمير الشخصية عشان نفهمه كويس. zum Beispiel ich bin أحمد حسن. ich bin أحمد حسن يعني أنا أكون أحمد حسن. entweder du bist hier. du bist hier يعني أنت تكون هنا. entweder er ist Lehrer. er ist Lehrer يعني هو يكون مدرس. entweder wir sind zu Hause. wir sind zu Hause احنا نكون في المنزل. مع الضمير er اللي هو أنتم تبقى ihr seid Studenten. ihr seid Studenten يعني أنتم تكونوا طلاب. مع الضمير زي حضرتك أو حضراتكم هتبقى Sie sind glücklich. Sie sind glücklich يعني حضرتك أو حضراتكم تكونوا سعداء. مقارنة بسيطة كده بين فعل haben وفعل زين عشان ما تلخبطش بينهم. zum Beispiel ich habe ein Haus. ich habe ein Haus يعني أنا عندي منزل. oder ich bin im Haus. ich bin im Haus يعني أنا أكون في المنزل. أول مرة استخدمنا فعل هابن، تاني مرة استخدمنا فعل زين. هابن يعني يملك وزين يعني يكون. فرق بينهم عشان تفهمهم كويس. لو فهمت تصريف الفعلين دول وقدرت تستخدمهم صح هتقدر تكون بيهم جمل كتيرة جدا وتفتح معاك كلام كتير جدا في الألماني. ولو وصلت لحد مساج صلي على النبي كتير جدا، وتعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يلاقي أقوى بكتير. سلام.